هو لو مشي ب 8 مليون ونص يعني كام يا كابتن بالمصري؟ لا ده دخلنا في كام؟ 450 مليون. ما اعرفش. نص مليار. نص مليار. ايوه فلوس اهو. كابتن ما شاء الله زياده الخير خيرين. زيزو مشي من الزمالك مش بجنيه واحد. ايوه. فانت لعيب ماشي بنص مليار ولعيب ماشي ببلاش يا كابتن. ايه دخل زيزو دلوقتي يا كابتن الموضوع؟ ما انت بتضرب مثل بتقول لي وسام ماشي ولا مش ماشي يا كابتن؟ ده موضوع ثواني بس يا كابتن. ما انا عارف انت بتقول لي وسام ماشي ولا مش ماشي. ماشي برغبه النادي وبفكر النادي. يا كابتن رغبه النادي ان هو يعني هو هو بيتكلم على زيزو وهو في الزمالك وبيتكلم عليه وهو في الاهلي. معلش ما زيزو راح الاهلي يا كابتن اسامه. انا بتكلم انت ما خدتش بالك من كلامي. معلش لا هو انا قلت لك بكلمك على اداره الملف نفسه. انت خلي بالك وسام ابو علي لا عايز يمشي من بعد ما خد هداف الدوري في نص الموسم اللي لعبه. هو اتنقل في يناير للنادي الاهلي في 6 شهور خد هداف الدوري. بعدها جاله عروض احتراف حصل. وده كان بتصريحات الكابتن محمد رمضان وقتها المدير الرياضي، والراجل اعلن وقال وسام ابو علي عنده عروض وبنفكر فيها. فهو النهارده وسام باللي بيقدمه خلال الفتره اللي فاتت والسنين اللي فاتت النادي الاهلي بيبيعه بيعه غناوه. بمعنى ايه بقى؟ انت النهارده انا بحط الرقم اللي انا شايفه مناسب لوسام، وفي الحاله دي انا بشوف البديل برضه. فالنادي الاهلي ماشي في السكتين النهارده. وسام مين البديل؟ لا محمد شريف. شوف النادي الاهلي النهارده محمد شريف. لا بص الاخ اللي جنبك قال لك ايه؟ البديل جامد جدا يا عم. قول لنا يا عم. هو محمد شريف قليل؟ لا في انت تقصد حاجه تاني. بيوصل على مصطفى محمد يا كابتن. لا مصطفى محمد يعني انا مش هقدر اقول لك ان طلع الورق يا دلوقتي. خلي بالك احنا ناسيين جراديشار برضه. ما جراديشار النهارده راجل تألق مع النادي الاهلي. بص في لكن حته نقطه ان وسام ما يروحش معسكر النادي الاهلي دي لا دي مش صحيحه. حته ان هو رافض يروح. استنى يا بوب بس عشان ناكد على النقطه دي. حته وسام ان هو متمرد انه ما يروحش المعسكر لا غير صحيح بالمره. لا وسام يعني انت بتجيب اخبار مش لا هو قصده بيقول تصدق وتؤمن بالله. لا والله العظيم 100% صحيح. طب خلاص يا اسامه حبيبي انا ما اقدرش اغزله ابدا. طيب بالنسبه انا شايفك ساكت يعني. والدليل على كده ان وسام جاي يوم الاحد عشان يخلص كل انتقالات وسام بيجي له عروض احتراف والراجل متمسك بناديه وقاعد وهو مستني النادي الاهلي وراي النادي الاهلي. مين اللي متمسك بيه؟ كابتن اسامه. وسام طبعا. كابتن اسامه متمسك انه يمشي عن طريق النادي لانه عنده رغبه انه طبعا عنده رغبه يحترف. هياخد فلوس اكتر. طب هل النادي الاهلي كان في عز احتياج لمحمد عبد المنعم ولا لا؟ كان في عز احتياج لمحمد. طب وقف قدام رغبه محمد عبد المنعم؟ لا ومش هيقف قدام رغبه وسام ولا هيقف قدام رغبه وسام. بالظبط. عشان كده وسام بره النادي. يا كابتن يمشي بشروط النادي. كابتن مهيب هو ليه ما وقفش قدام رغبه عبد المنعم؟ انا عارف. انا بقول لك يا كابتن مهيب هو لو مشي ب 8 مليون ونص يعني كام يا كابتن بالمصري؟